هذا شيء مباشر تروح الجنة. لا أظن برحمة الله للجنة. أنت ضامن تروح الجنة؟ 100% أنا بالجنة. ليش؟ أنت 100% بالجنة؟ لأن أنا موحد. أما أعمال الباقية فيحاسبني الله عليها وأرجو الله عفوه. اليوم الشيخ شهيد العتابي يقول أنا 100% ضامن الجنة برحمة الله. قلبك عامر بالإيمان، لا إله إلا الله وحسبي الله ونعم الوكيل. طبعا ليس من العقل والذكاء أن يجزم الشخص على الله بأنه من أهل الجنة، لأن احنا في دار الدنيا والإنسان معرض للامتحان والبلاء، والشيطان قاعد لك بالطريق ركبة ونص، بحيث يخاطب الله عز وجل بكل جرأة وصلافة يقول له لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. فالسعيد منا كل السعيد هو الذي يخرج من هذه الدنيا وهو باقي على الوعد والعهد مع الله عز وجل. فأنت ما زال النفس بحلقك، فدائما اطلب من الله عز وجل حسن العاقبة، لأن ياما ناس علماء وفقهاء وفطاحلة بالعلم كانت نهاياتهم مخزية والعياذ بالله. وأبسط مثال هو عالم من بني إسرائيل اسمه بلعم، هذا يقولون كان عنده الاسم الأعظم أو ضامن الجنة 1000%. النوب تاليها الله عز وجل يضرب به مثل، يقول مثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فنسأل الله عز وجل أن يجعل عاقبتنا إلى خير، أو يحفظ علماءنا ومراجعنا من كل سوء، أو يحفظ الشيخ الطيب أبو باقر الضامن للجنة 100%. زين شيخنا يرحم أمك، هل تعلم بأن الإمام علي عليه السلام بعظمته وهو قسيم الجنة والنار ومفاتيح الجنة بجيبه، ومع ذلك لم يتجرأ يوما ويقول أنا بالجنة 100%؟ احتمال مخلي نسبة 80% 90%، لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول من قال إني خير الناس فهو من شر الناس، ومن قال إني في الجنة فهو في النار. هذا كلام نبيك، خاف لك يوم من الأيام تشكل عليه. ولذلك تشوف الإمام علي عليه السلام يخلص ليلة كله يتقلب ويصيح آهن من طول السفر وقلة الزاد ووحشة الطريق، آهن من نار أحماها جبارها لغضبه، وانت جاين والله أنا بالجنة 100%. أدري ياهو نافخ عليك محمد شرارة لو مهكر الجنة بعباس آباد. ولذلك تشوف بعض الخطباء إلهم كلام خشن جدا جدا لمن يدعي بأنه في الجنة 100%، من ضمنهم الشيخ سلام العسكري الله يحفظه. اسمع الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه يقول، ينقل عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله، يقول لا يزال المؤمن قلقا غير متيقن من نهايته. المؤمن بين الخوف وشنو والرجاء. هذا اللي يقول لك أنا 100% بالجنة هذا أهبل، واللي يقول لك أنا 100% من أهل النار هذا أهبل ما يدري ما يعرف السالفة. لا بد أن يعيش المؤمن كفتي الخوف والرجاء، مو يمثل، هي هيك فارضة واقعها. لا عنده يأس من رحمة الله وروحه، ولا عنده اتكال على إيمانه ومعجب بنفسه ومعجب بتدينه. لا، أنت من؟ المهم اخواني، زين السؤال اللي يطرح روحه ويتمرغض بالقاع، يا ترى شنو انجازاتك حتى تضمن الجنة 100%؟ طبعا انجازات الشيخ هواي، ولكن خلونا ناخذ اهم 3 انجازات سواهن الشيخ خارج اختصاصه. اولا اكتشافه بالدليل القاطع والبرهان الصادق بأن الكرة الأرضية مسطحة وليس كروية، يعني بين قوسين الكرة الأرضية أشبه بالدرهم، من فوق حدائق وانهار ولبن، ومن جوا اعتقد طافية الكهرباء. وعليه من الآن وصاعدا، بعد أن اكتشفنا بأن الكرة الأرضية مسطحة وليس كروية، بعد ممنوع أي شخص يمشي بسيارته 120 لأن خاف يمشي بكل سرعته، أو لأنه تروب طالع على المريخ قبل. هذا الإنجاز الأول. الإنجاز الثاني، طبعا والله أستحي أحكي بيه قدام العالم لأنه غير لائق ومناسب مع الذوق العام، وخافك وحرمة جاي تتابعنا ويصير بخاطرها، ولكن راح ألمح لكم بطريقة أشبه بالمفهومة، اللي يفهم يفهم، والما يفهم يكتب ما فهمت، والفاهم يفهمه. الإنجاز هو لما شخص يسأل الشيخ العتابي عن مسألة فقهية بالخاص، يقول له مثلا شيخنا هل يجوز لذات نوجه ما تنصلقات نظيب لذات نوج، أو هل يجوز لذات نوج حات نلس الفات نرج لذات نوجه؟ طبعا المفروض هيك أمور حساسة المفروض الشيخ ما يجاوب بها على العام، وإنما يجاوب على الخاص، لأن الإمام علي عليه السلام يقول ليس كل ما يعرف يقال، لكن الشيخ على العام ومسوي له فيديو وش قده وش كبره ويوضح للناس. يقول لهم أحد الأخوة يسألني على الخاص، يقول هل يجوز
الرات نضع والحات نليس بات نليزات نوجين ينحل. هذا صار لغو مو حكم. صح لا حياء في الدين، ولكن اكو ذوق عام، ليس كل ما يعرف ينشر. اكو ناس فطرة اصلا ما فكرة بهذا الشيء. زين اذا سمعوا كلامك ايش راح يسوون؟ بالله عليك تخيل وياي رجال شايب عمره 80 سنة ويسمع كلامك ايش راح يسوي؟ رأسا يروح للحجية وهي نايمة، اقعد احب قعدي، اقعد تعال سوي لي الطمعة. تقعد الحجية خطيه نعسان ورباطة قامت، ولك عزل عزاك شو جاك اليوم تخبضيت؟ ولك حرام اقعد حبوي. الشيخ العتابي يقول كلش كان ما بيها. طبعا هذا اعتبره انجاز للشيخ، لان صراحة خلى امة محمد كلها تتمع. الانجاز الثالث والاخير عباس عباد لتسهيل الامر، جبار عباد لجلب الحبيب، شهيد عباد لتكثير الرزق والقات نفس على عتنا له. طبعا احد الاخوه المعممين رد على شهيد العتابي قال له انت شلون تسمح لك نفسك تبيع حجر ما بي آية او رواية عن اهل البيت عليهم السلام؟ وفعلا اخواني المفروض رجل الدين يكون انطلاقه ومنطقه مبني على روايات اهل البيت عليهم السلام والقران الكريم، لان الامام علي عليه السلام يقول يا كميل لا تاخذ الا عنا تكن منا، والنبي صلى الله عليه واله يقول خذوا من القرآن ما تشاءون لما تشاءون، يعني شنو تريده بحياتك تلقاه بالقرآن الكريم. لكن احنا للأسف الشديد عفنا القرآن الكريم على صفحة، لفيناه بخرجة خضراء وذبيناه على الثلاجة وتمسكنا بعباس عباد، لا بآية لا برواية لا بمسند. والله لأن شهيد العتابي يقول أهل الاختصاص مجربينه. زين بالله عليكم نريد نعرف ذول أهل الاختصاص شنو؟ أنبياء أولياء ملائكة؟ الله وكيلك احتمال يطلعون ذول أهل الاختصاص يقولون واقف ولا ذم ولا ضمير. بالتجربة عندنا شيء هل كثر أدعية وأذكار واردة عن أهل البيت عليهم السلام واحد يتركها ويروح يطلع أشياء من نفسه، والله جربناها وصارت، وإذا جربتها وصارت هذه بدعة، هذه بدعة وتخليها وراك مئات الناس آلاف الناس يعملون بها وتتحمل أنت وزرها، بدعة. هناك أشياء منصوصة وبعضها صحيح السند فيه روايات صحيحة. المهم اخواني فهذا المعمم رد على شهيد العتابي قال له انت شلون تسمح لك نفسك تبيع حجر ما بيه روايه وتقول هذا يطرد التابعه او يجلب الرزق ويسهل الامر؟ ما استحيت على عمامتك؟ مو هذا دجل؟ وضحك على الذقون. لكن العجيب بالامر شهيد العتابي يرد عليه مقطع يقول له عيوني مو كل شيء بحياتنا بيه روايه، الان ملايين الشغلات جاي نستخدمها بحياتنا بس هي ما بيها روايه. انت الان جاي تشرب شاي بس هو ما بيه روايه، انت الان لابس بجامه بس هي ما بيها روايه، انت الان جاي تشرب لبن وتاكل كباب بس هو ما بيه روايه، ولما تروح للصيدليه تقول له راسي يوجعني ينطيك براسيتول والبراسيتول ما بيه روايه. زين عيوني كذلك عباس عباد ما بيه روايه وجاي نستخدمها بحياتنا، لان اهل الاختصاص يقولون انه مفيد وجيد للصحه. بعدين يقول له انا لما ابيع عباس عباد اريد اوكل عيالي خبيزه اشوكلهم حصو لو اخلي على عذاب يتصدق عليهم. والله شيخنا لو ماكلهم حصو كان دخلت للجنه 1000%، ولا هاي السالفه، لان هاي بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله بالنار. ولو فعلا كان عباس عباد بخير جاء اهل البيت عليهم السلام ما غفلوا عنا لحظه واحده، لانهم ما من صغيره وكبيره بحياتنا الا وانطونا منفعتها ومضرتها. وحتى قالوا تختموا بالعقيق لانه اول جبل سبح لله عز وجل، بعد لا مال رزق ولا مال محبه ولا ضد الرصاص. بعدين ايش دعوه عليك؟ عفت الحجر اللي بروايه وصدعت روسنا بعباس عباد، والله سوى علينا نبي مو حجر يطرد التابعه ويجلب الرزق ويسهل الامر، وفلان منزول وعلان مسكون وفلانه بيها هوى، ادري فلانه ماكله نفاخه صار بيها هوى. المهم اخواني زين السؤال اللي يطرح روحه او يتناطح بدماغي، يا ترى الى متى نبقى نستأكل ونتاجر بعمامه رسول الله؟ يا ترى الى متى نبقى نقدم مصلحتنا الشخصيه على الدين؟ يا ترى الى متى؟ وش وقت المعمم يحس بمسؤوليته او يبتعد عن الخرافات والخزعبلات؟ الى متى؟ وش وقت؟ عد ذنوب لا يستطيع مغفرتها الا الله. لا اله الا الله. شو مسوي شيخنا؟ سووا طراقيع. لا اله الا الله. ثم تبت. يعني اقوى من هذا الموضوع؟ لا دخلنا جنة ان شاء الله. لذلك ارجوك اليوم للاسف الشديد لما نلقانا رجل معمم يطلع يروج لي على هيك مسائل ويطلع يسولف لي بهيك مسائل، هي وهذا اللي يأذيك طبعا، هذا اللي يخليك في قلبك غصة لما يطلع لك رجل
معمم ويرتدي العمامة الشيعية وإلى كذا، ويطلع يسولف لي على الطاقة السالبة والطاقة الموجبة، وهو يقول علما ان هذه لا آية ولا رواية، بس أهل الاختصاص يعني، وكأنما خلص كلام الصادق والباقر عليهم السلام وردينا انه بناخذ قول الدجالين مولانا، مو جيب خل وجيب ملح وجيب مي ورد واغسل بيها ما ادري ايش الملابس مال الباله وما ادري شو تسوي، وتروح الطاقه السلبيه. لو يطلع لي في ترويج لاعلان لخاتم، هذا يطرد التابعه ويطرد ما ادري ايش ويطرد من هذني. اخواني مو هذا الكلام ارجوك، يعني لا تذهبون بنا الى منزلقات، ترى الامه ما محتاجه هذه التفاهات وهذه الترهات والخرافات. الأمة اللي بيها يكفيها أرجوك، يعني اللي بيها كلش كافي، يعني مو نجي النوبة إحنا على قولة أهلنا نشمل الغرقان غطة، هذا خطأ.